اول مره اجرب السوشي في حياتي، فروحت موري سوشي اللي في الزمالك. طبعا اول ما بندخل بيدونا شوب ستيكس او العصايه بتاعه السوشي دي، والصويا صوص. دي اكتر حاجه عرفتها او الوحيده اللي كانت معرفه بالنسبه لي. كل الاكلات اللي انتوا شايفينها دي انا لا افقه فيها شيء غير الجمبريه المتعلقه دي، انما الباقي ده كله صاحبتكم جاهله فيها بصراحه. طبعا ابتديت بالفرايد. احنا طلبنا طبق مخصوص، يعني انا قلت له انا جاهله في السوشي فاديني طبق كده يعرفني على السوشي كده بهداوه وبالراحه. فابتديت بالمقلي، قال لي ابتدي بالمقلي الاول. عجبني جدا. دخلت بقى في الصويا صوص، وكأنك بتاكلي رز بسمك مقلي بالقرمشه، طعمه خطير. اللي عجبني كمان في المكان ما فيهوش زفاره خالص، ولا الطعم فيه ريحه الزفاره، كأنكم مش في محل سمك او محل سوشي. جربت بقى الني، بالنسبه لي كان اتخضيت كده في الاول، والوهله الاولى كده خطفتني، بس حبيته. دخلت فيه، خصوصا بقى لما بندخل كمان في الصويا صوص. عندك بقى المقبلات، الجنزبيل ميزز جدا. الوصابي دي اقسم بالله العظيم لا تستحق التجربه، لا مره ولا اتنين ولا خلاص، يعني انسوا ان ممكن اجربها تاني. خلصنا بقى على بقيه السوشي. الفرايد بالنسبه لي كان وهمي، كان خطير، وبرده الني حلو جدا، والصوصات تحفه. طبعا من غير الجنزبيل والوصابي دول بالنسبه لي انا ما يتاكلوش. فانا هجرب التجربه دي مره واتنين وتلاته. زي ما انتوا شايفين مسحنا الطبق، وانصحكم تجربوا السوشي. واشوفكم بقى في مكان تاني واكله تانية. باي باي.